أهلا وسهلا بكم في عالم القصص الواقعية. اليوم جبت لكم قصة المرأة الصبارة، المرأة المكافحة اللي كتقاسي مع الراجل سنين، وفي الأخير ما كتكونش النهاية بحال داكشي اللي حلمت بيه. المهم ما نطولش عليكم ونبداو القصة ديالنا. أنا سميتي راضية، تزوجت على عمر 20 سنة. تزوجت واحد الإنسان درويش عنده 30 سنة. كان ما عندوش، كانت حالته المادية متوسطة. المهم قلت معليش، ماشي مشكل، الأرزاق بيد الله. فعلا تزوجنا، والعام الأول كان صعيب شي شوية، حيت ما كناش عارفين كيفاش نسيرو ريوسنا وأمورنا المادية. صبرت وخا هكاك، وخا درنا كريديات، حرمت راسي من شحال من حاجة على قبله وعلى قبل مستقبلنا. دازت الأيام ودازت عامين، تزاد عندي وليد، والمصاريف عاد ما زادت كيكترو. قلت ماشي مشكل، كل حاجة برزقها. نضت وكافحت وقلت هاد ولد الناس، غادي نحاول ندير شي حاجة ولا شي خطة مادية باش حتى انا نعاونو ونجمعو روسنا ونديرو لاباس. وفعلا كافحت معاه وخرجت خدمت. مهم ولدي كنت كنخليه عند واحد جارتي، وهو بدل ديك الخدمة اللي كان فيها، حيت الصالير كان زايد فيها شوية. صراحة حتى انا كنت كنخدم هنا وهنا، وكنقتصد على شحال من حاجة على قبلنا. بقينا نجمعو من هنا ومن هنا حتى شرينا واحد البقعة، وما تصوروش الفرحة ديالي قداش كانت. كنت أسعد إنسانة في الدنيا، وكان أسعد نهار في حياتي. وفعلا بقينا مقاتلين، كل مرة كان بنيو طريف منها حتى ساليناها كاملة، وبقى لينا غير الفينيسيو. صراحة كانوا سلاو لينا ديك الساعة الفلوس، وفي ديك اللحظة هو ما بغاش يتسلف من عند حتى شي واحد. طلبته قلت لي باش نتسلف من عند العائلة ديالي، وفعلا اقتنع وعرف بلي ما كاين حتى شي حل غير اننا نتسلفه باش نكملوا الدار ديالنا في البني. تسلفت من عند عائلتي وقلت لي هاد السلف اللي تسلفته انا اللي غادي نردو. كنظن انه اقتنع حيت انا اللي غادي نردو، ولكن ديك الساعة كان كيبان ليا غير مستقبلنا بجوج. وفعلا تقاتلت في الخدمة حتى رديت الكريدي كامل المواليه، وسكننا في ديك الدار. وتزادت عندي بنيتة، كبرتها هي وخوها والحمد لله، ولينا مستقرين ماديا ومعنويا. وانا حبست من ديك الخدمة، ولا هو اللي كيخرج يخدم، حيت الحمد لله ملي كتهناي من الكرا كتولي تابعك غير المسؤولية ديال المعيشة، وما كيبقاوش عندك بزاف ديال المسؤوليات. وهو كان قادر على هاد المسؤولية حتى لواحد النهار اللي جا عندي راجلي وقال لي شنو بان ليك نبنيو حتى لفوقي. قلت لي علاش لا. قال لي لكننا غنبنيوه، خاصنا نبنيوه في فترة وجيزة، يعني ما نتسناوش واحد 10 سنين اخرى لي فاش نبنيوه. قال لي الا قدرتي تخرجي تخدمي. قلت لي ايه بالفرحات عليا. وانا نيت كنت ارتاحيت الحمد لله شويه. وولدي ديك الساعه كان كيقرا، وبنتي دخلتها لاكريش وخرجت خدم. بحكم انه كان عندي غير الباك، فالخدام اللي كنت كنخدم ما فيهمش الفلوس بزاف، ولكن كنت كنقتصد بزاف على شحال من حاجه باش نوصلوا لداك الهدف ديالنا، اننا نبنيو الفوقي. دازت واحد 4 سنين وبنيناه وارتاحينا الحمد لله. ولكن المفاجأة أو الصاعقة جات من ورا من 6 أشهر من البني. جا لعندي راجلي وقال لي بغيت نتزوج. ما تخيلوش الإحساس اللي كان عندي في ديك اللحظة. ما عرفش واش أنا كنحلم ولا كيضحك معايا. تخلطوا عليا المشاعر. قلت لي واش كتضحك معايا؟ قال لي لا، أنا كندوي معاك بصح، وأنا عارفة راجلي معقول وماشي من داك النوع اللي كيضحك أو لا كيتفلى. معقول بزاف، بحال الا شديتي شي موس دقيتيه ليا في قلبي. كيفاش وعلاش وإمتى؟ المهم ما عرفتش اش من سؤال خاصني نسولو. حديت دخلت لبيتي وسديت عليا وبقيت كنبكي. دازت 4 سوايع وانا كنبكي، وفاش فقت من القلبة
قلت اش كديري يا راضية؟ حرمتي راسك من شحال من حاجة، وشحال من حاجة حرمتي منها حتى ولادك. علاش هادشي كامل؟ غير باش توصلوا للهدف ديالكم وباش تبنيو مستقبلكم بجوج. وفي الاخير يجيب وحده ديها بارده. ما عرفش شنو خاصني ندير في ديك اللحظه. حدي خرجت لعنده وقلت ليه واش ضميرك مرتاح؟ قال لي علاش؟ والزواج حرام بهاد البروده. المهم حاجه اللي درت، قلت لي الا بغيتي تزوج تزوج من غدا. ما نكذبش عليكم، انا نفسي كانت حاره بزاف، ولكن انا تعزلت عليه في خطره. البلاصة اللي كيجلس فيها هو أنا كنخويها، والتجأت الله سبحانه وتعالى، وليت كل نهار كندعي ونصلي، وكنصلي صلاة الاستخارة باش الله يوريني الطريق اللي نقدر نمشي فيه، حيت الصراحة مبقيتش عارفة. كنت تالفة بزاف، حتى من العائلة تصدموا بزاف، قالوا لنا حتى لدابا ملي بنيتو داركم وقلتوا غادي ترتاحوا عاد غادي تنوضوا المشاكل. ما نكذبش عليكم، دوزت هادوك الايام غير كندعي وتقربت الله عز وجل، حتى لواحد النهار فقت في الصباح وجلست وحسيت براسي مرتاحة نفسيا، وبقيت كنقول الحياة راه ماشي راجل، والواحد ما خاصوش يحرم راسو باش يرضي الغير. الواحد خاصو يتعايش ويعيش. الحياة كنعيشوها مرة واحدة، فإلا كنا غنتقاتلو خاصنا نتقاتلو على شي حاجة سميتها الاخرة، حيت الدنيا فايتة وما غنديو منها والو. المهم شنو درت؟ تسنيتو حتى جا من الخدمة وقلت ليه بغيتك تكتب لي الدار السفلية. ناض بدا كيقول لي لا وعلاش وكيفاش. مهم قلت لي شوف الا بغيتي الموافقة ديالي ونقبل لك على هاد الزواج هذا فراك غتكتب لي الدار السفلية، والدار الفوقية ربح فيها حتى هو هذيك اللي غادي تزوج بها. المهم قال لي حتى هذا كلام. ما تعطلناش بزاف، دازت يومين وتكاتبنا ودار لي الدار في سميتي. ديك الساعة قبلت ليه، قلت ليه الا بغيتي تزوج صافي غير تزوج، ما عندي حتى شي مشكل. تخيلوا ما دازتش 10 ايام جاب المرأة، وانا دوك الاحداث كاملة كدوز قدامي وغير كنبتسم، ولكن من الداخل ديالي كنبكي 1000 مرة. جاب المرأة وعيشها الفوق. ديك الساعة قررت ندير الخطوة الثانية، قلت ليه طلقني. ما بغاش. قلت لي يا ولد الناس انا بغيت نطلق، ما يمكنش ليا نبقى هكا نهائيا. نهائيا واش قبل؟ قال لي ما نطلقكش واخا طابق السما مع الارض. المهم دخلت العائله باش يعاونوني نطلق. المهم دخلوا حتى هما وقالوا لي بلاش ما تطلقي منه، حاولي يصلحوا بيناتنا بخيط بيض. ولكن انا كنت مصره على هذا الطلاق. ومن بعد ما زيروه قالوا لي صافي طلقها، فبزز تمشى معانا ومشينا طلقنا. ونهار اللي طلقت منه حسيت براسي حرة، ارتاحيت بزاف، وقررت انني ندير الخطوة الثالثة، حيت كنت جامعة شي فليسات. فقلت علاش لا ما نديرش شي مشروع صغير. مشيت وشريت داكشي ديال لي بيفي والديكورات الى اخره، وليت كنكريهم حتى انا. المهم حتى لواحد النهار تلاقيت مع واحد المراه كدير داكشي ديال الحلوى، ودرت شراكة انا وياها، وولينا كنديرو داكشي ديال لي بيفي كومبلي. المهم هو كيشوف داكشي كلشي كيدوز من حدا عينيه. وزدت كبرت المشروع ديالي، خديت حتى داكشي اللي كيحتاجوه في العراسات بحال الطيافور وكاع داكشي شريناه. المهم حتى التكاشط ديال العروسة وليت كنكريهم، وكريت واحد المحل ولا عندي مشروع كبير، وليت كنتعرف بشوي بشوي، ودخلني واحد الرزيق اللي الحمد لله يعني ما نعاودش لكم كنت فرحانه بيه بزاف. حتى لواحد النهار هي تعيط ليا ماما، قالت لي دوزي عندنا في العشيه. المهم مشيت لعندهم، شربنا واحد الكويز ديال اتاي، وهي تفاتحني في واحد الموضوع. قالت لي انه واحد السيد باغيني للزواج وعارفني مطلقه بزوج وليدات وعارف عندي مشروع. المهم عجبته وبغاني للزواج. فعلا سولوا عليه والديا ولقاو انه ولد الناس وكيهضروا عليه غير بالخير، وحتى هو فايت ليه مطلق. المهم
قلت لهم علاش لا اللي ما نديرش هاد الخطوة الرابعة. الحياة راها ما كتوقفش عند راجل واحد، الحياة راه كتبقى مستمرة. وفعلا قبلت وتزوجنا، درنا حفلة صغيرة، حتى لواحد النهار طليق ديالي كيشوف راجلي كيجي عندنا للدار ما فهم والو. واحد النهار بان لي ولدي جاي من المدرسة هو يوقفو وقال لي شكون هذاك الراجل اللي كيجي عندكم؟ وهو يصدمو ولدي بواحد الإجابة، قال لي هذاك بابا التاني، ماما مزوجة بيه. ما تصوروا الصدمة اللي كان فيها. اش غادي نقول لكم يا البنات، جاه انهيار عصبي. اياه، مراتك الاولى تزوجات وجا لعندنا للدار، بدا كيفرع علينا في الباب وكيغوت، ولكن خرج ليه راجلي بدا كيتغاوت معاه، ولحد الان راه باقي ناعس في السبيطار كيتعالج. هو من حقه يتزوج ويدير حياة جديدة، ولكن انا لا، ما تقبلهاش. المهم البنات، هنا سالات قصتي، واللي بغيت نوصل لكم هو ما عمرك تخلي شي راجل يهرسك. الحياة كتستمر، وديما فكري في راسك عاد فكري في الغير. خليتكم على خير.